بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم. طبعا اليوم حنتحدث بخصوصياتنا كمسلمين. نحن في شهر رمضان في إريتريا، كيف كان وما هو ذكرياتنا في رمضان في إريتريا. مباركس لوم علتي خنزاربلو ويكزاربلو تدالي زلخو نشيد راي ومدرافت راي زي كونسي حد جزات توعية زبحلالو نتي شبابناتنا نجيلناتنا متان نخفلت متان انتايو خمي قبر نيرو كمي نقبل نيرنا شهر رمضان نخفلت ناي جدا انا خا زياء من اختزياء نتم شبابناتنا بالذات ام مهجر اب دقي اب غربة زلو ان شاء الله ربنا يجعلها في ميزان حسناتي، وربنا معناها غفور رحيم. هو ربنا يغفر لي ويرحمني بهذا التوجه الجديد اللي هو زمان. طبعا كنا نقول للأشياء إنه وازا مسكم نقر مزامور درفي وإلى آخره، كله بزعبانة هجر بزعبانة سياسة بزعبا معناها أمور الدنيا ترى كله تي مزامور نقبرون ندرفون نتصاوتون زنبرنا. لكن حجي مزعد مي أنا بسحي زلخو، وهذا فضل من الله وربي لك الحمد والشكر. الواحد معناها لابد أن يتوب ويستغفر. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. طبعا في النهاية أنا حدا أكال كاب تحبر تسب أمة محمد مسلمين حدا خاب أكال سيزخونكو ناي قد نخون نرب العالمين كعبدون تخويني عبادة صحيحة ناي بحكي بفلتت كعبدو خمزلني سليزا أمن كم أخون سليزلو من خلال معرفة نربي كن فلت لنا ربي فلتنا خاء بحكي بفلتت كن عبدو لنا بزبل أمبيبي سمعي كم مشايخهم كم علماء كم كتب. المهم تي زر خب كو وقبل بيز ملسني سلمنتاي أبزعد إزبصحيو زلخو عدمي عبيتي عدمي ناي مخري أبو ندقو جزية سلزخونسي سلمنتاي نمن سياتنا ندقنا نحواتنا ندقنا خلن أودات يخونو أوالد أنستخنا زي قدس زياتو عيازي زينهم وكم أخا أب أمكن خا مزخا خري شهر رمضان كم زنبري خا أخون مالتيو. على كل حال طبعا أنا زي زروا بتجرنيات راي غير كايو نخيب بحال كم اون بعربينيا بتجريك تنزخ إلن سلستو أنقا قرب تليتن كف النابلكو بزحصر زبالي مجلس خب سلزخونكو يا ريتا يحتت نخلو سماعي. المهم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سمعت ومتنسيت ولاد وأوالد. على كل حال ربما يوم أنا اتلا زاهر له الليكو قل حلاي أو قل أناشيد أو قل سياسة بيكوني إلا عمر أنا باطحل الليكو والفضل يرجع إلى الله. طبعا الواحد لابد أن يحمد الله ويشكره، وأحمد الله واشكره واستغفره وأتوب إليه، وربنا غفور رحيم. هو على كل حال حنا
يومتي قلنا هاقبو ناوام لهلينا شهر رمضان ديب إريتريا كفعل وميت الألوم بالعنا وكفن سيم معنا ومؤمن بالعنا للبلتو. على كل حال نايبدير على كهوتو أزل هليناها مرحلة لشباب لجيلنا يناديب كدن سواء طبعا كفوتو لرؤيو رمضان للبلتو. على كل حال أنا حدي فكرة عن موضوع شهر رمضان باللغة العربية، وأنا انسر كاتبوه ليكو وإن شاء الله بعربي الإيبولوتو، وإن شاء الله أنتم تتنسوني، وإن شاء الله أكون أوصلت إليكم ما في قلبي وما أريده بعيدا عن السياسات وعن المهاترات السياسية. موضوع اليوم قدوم شهر رمضان، قدوم شهر رمضان المبارك. اللهم يا رب بلغنا رمضان وقدرنا صيامه وقيامه إنك على كل شيء قدير. وبعد معناه أريد أن أدخل في ذكريات الماضي في إريتريا الحبيبة، وحالنا اليوم في بلاد الغربة وبعدنا عن الأهل والحبايب. نحن المسلمون كجزء من أمة محمد صلى الله عليه وسلم كنا ولا زلنا نستعد لاستقبال شهر رمضان، نستعد له استعدادا كاملا ونبالغ فيه، بالذات في إريتريا، في لبسنا الطواقي والعمايم. طبعا الطواقي والعمايم هي اللي كانت اللي كانت تميزنا شكلنا وزينا الإسلامي كمسلمين في داخل إريتريا وخارجها، وكذلك السواك وغيره وغيره من الأشياء اللي بتؤكد إنه أنت ملتزم ومستعد لشهر الصيام وقيامه. طبعا هناك أول ما يأتي رمضان تضاء منارات المساجد في كل المدن الإريترية، ويرفع الآذان لاستقباله بما يليق بقدوم شهر رمضان بتلاوة القرآن والاستعداد لصلاة التراويح. وترى فرحة الأطفال وبهجتهم في كل المناطق وفي كل الجهات. ترى حركة الناس وزحمة الأسواق والاستعداد لليالي رمضان، والناس الكبار أمثالي وفي سني كان يقولوا نرحب برمضان، مرحب يا شهر الصيام، مرحب يا شهر رمضان، يا شهر الصيام والقيام. هكذا كانوا يستقبلوه الكبار. قبل الإفطار طبعا هناك أشياء، طبعا الأمهات والأخوات والناس الاستعدادات في المطبخ، الناس الأسر تلتف حول مائدة الإفطار وتدعو الله بالدعاء الصالح، وتسمع من بعضهم من يقول أشهد أن لا إله إلا الله، استغفر الله، نسألك الجنة ونعوذ بك من النار، أشهد أن لا إله إلا الله، استغفر الله، نسألك الجنة ونعوذ بك من النار، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. هكذا كانوا يقولوا قبل الإفطار. وبعد طبعا بعد ما الناس تفطر المائدة تكون متكاملة
الأسر تلتف حول مائدة الإفطار وتدعو الله بالدعاء الصالح تقول أشهد أن لا إله إلا الله. طبعا الإفطار في المائدة كل حسب مقدرته وحسب إمكانياته، ولكن الشيء الثابت والمتفق عليه الجميع في إريتريا، وأنا هنا أحكي عن إريتريا ككل، تمر، شوربة، سامبوسا، كان يقول فيها سامبوسا أكل العروسة، مشبك ومقلية تفتح النية. هكذا كانوا طبعا الناس يستقبلوا شهر رمضان. ورمضان الناس تستقبلوا أهلا وسهلا يا رمضان، شهر التوبة، شهر القرآن، شهر المغفرة، شهر الاستغفار. والشاب الذي لا يصومه بلا عذر كان يسمى حمار، ولا زال برضو حيسمى حمار، يطلع خسران من الغفران. يا غفلان، في شهر رمضان فيه تغلق أبواب النيران وتفتح أبواب الجنان، وتقيد فيه الشياطين والجان. الكل سعيد وأنت حزنان. ساعة الآذان الكل فرحان في موائد الرحمن، والكل يقول يا حنان يا منان، يا حنان يا منان، رحماك يا الله يا ذي الجلال والإكرام. شهر رمضان شهر القرآن، شهر الصيام، شهر التراويح، شهر القيام، شهر المودة، شهر الوئام، شهر الرحمة، شهر التراحم، شهر سحورك يا صائم، قم يا نائم واغتنم. في ليالي رمضان الناس كانت تسهر تلعب كوتشينة، تلعب في الملاهي، والناس طبعا كان الشباب غفلان، بالذات الشباب. ولكن هذه الأشياء اكتشفنا من خلال العلم، ومن خلال قراءتنا للكتب، ومن خلال معرفتنا واستماعنا للعلماء المسلمين الأجلاء، إنه في لاءات كثيرة في شهر رمضان، واللي هي لا لهو، لا رقص، لا قمار، لا لهو، لا رقص، لا قمار، لا موسيقى، لا ترمرم، لا مزمار، بس تكبير، تسبيح، تهليل، وقراءة القرآن. شهر رمضان شهر واحد في السنة. توب يا شباب، توب واستغفر واترك العصيان واطلب المغفرة من الرحمن. إن الله يغفر الذنوب كله ما عاد الشرك به. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، وأن محمدا عبده ورسوله. وختاما أختم حديثي بهذه الأنشودة، وهي تردد غالبا ما في جميع المدن الإسلامية في إريتريا. أبدأ بسم الله والرحمن وبالرحيم دائم الإحسان. أبدأ بسم الله والرحمن وبالرحيم دائم الإحسان. الحمد لله القديم الأول الآخر الباقي بلا تحول. ثم الصلاة والسلام سرمدا على النبي خير من قد وحد، وآله وصحبه ومن تبع سبيل دين الحق غير مبتدع. أبدأ بسم الله والرحمن وبالرحيم دائم الإحسان. وبعد فاعلم بوجوب المعرفة من واجب لله 20 صفة. فالله موجود قديم باقي
مخالف للخلق بالإطلاق. هكذا كانت الناس توحد الله وتكبره. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العلي العظيم. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن أصبت فمن الله، وإن أخطأت فمن عند نفسي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.